تعالي أقولك على أحلى وأجمل طريقة للكبدة، كبدة بطريقة جديدة سهلة وسريعة وبسيطة ولا وقت ولا مجهود، في ربع ساعة بالكتير قوي هتكون جاهزة معاكي الطبق الحلو ده. بصوا بقى الصوص اللي نازل منها طعمه خرافي. هاتي معلقة كبيرة من اللي هي الضاني، حطي عليها معلقة ولا معلقتين من الزيت، استني كده اهو لما اللي هي الضاني تبدأ تنزل كل الحاجات الحلوة اللي فيها وتسيح شوية. انزلي بمعلقة كبيرة من الثوم المهروس ويا دوبك يتشوح بس كده وتشمي ريحته ولونه بس يغمق كده، يبقى لونه ذهبي فاتح جدا بالطريقه اللي انت شايفاها. انزلي بقى بالكبده في المرحله دي، والنار هنا تكون تخفضيها شويه عشان التوم بتاعك ما يتحرقش، عايزين يحتفظ باللون الجميل ده. وابداي ادي للكبده الحلوه بتاعتك دي اللون الجميل والتحميره التمام. في اول 5 دقايق كده وكانت النار الى حد ما عاليه، وبعد كده ابتديت ان انا اخفض النار بعد ما خدت اللون واتحمرت معايا. معلقه كبيره، معلقه صغيره مليانه من الكزبره الناشفه، نص معلقه من الكمون، ورشتين حلوين من الملح. قلبتها تقلبتين وحطيت عليها بشر طماطميتين ووطيت عليها لمدة 10 دقايق. هنا بقى خلاص كانت اتسبكت كلها في بعض، وكل الصوص الحلو اللي نازل منها ده خد مع طعم الطماطم والحاجات الحلوة دي. هنفتح عليها بعد 10 دقايق ونديها رشة حلوة كده من الفلفل الأسود وطبعا الملح على حسب الرغبة. قلبيها تقلبتين وارفعي النار لمدة دقيقتين 3 وهتكون كده جهزت معاكي. ذكر النهاردة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش ذكر النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يحسن ما بين ايديك.